أهلا بكم مع كرويات كروي، ومعاكم أمجد نتكلم عن أخبار الكرة المصرية. هنبدأ بفريق كرة الزمالك، مقترحات من النقاد الرياضيين بحيث يعني ومقترحات في فريق الكرة ولجنة الكرة أو المسؤولين في الكرة، كابتن جوميز وأحمد سليمان والناس اللي معاه. رحيل أشرف رؤى ده بنسبة كبيرة خالص. رحيل محمود علاء في حالة فك القيد، ده محمود علاء. رحيل نادي سامسون في أي حالات، يعني هو القيد هتفك، بس نادي سامسون راحلين يعني. ياسر حمد جوميز قرر بصفة نهائية الاستغناء عنه. ياسر حمد اللاعب المدافع الفلسطيني. أوباما مديله فرصة لآخر الموسم، ما كانش يظهر بمستوى كويس. هو ناصر منسي، هما الاثنين فرصة نهاية الموسم هيتم الاستغناء عن ناصر منسي وأوباما، وكمان معاهم سيف جعفر بيع نهائي. طيب، في إعارة لنيمار مقترحة، وفي إعارة مقترحة لمحمد عاطف. محمد عاطف ده الظلم، ما لعبش، لعبه يمكن 4 دقايق في الماتش ولا 5 دقايق، يعني ما ادوش فرصة أصلا للأسف يعني. ومهاب ياسر لعب شوية، ما قدرناش نحكم عليه برضه، أوقات قليلة. في إعارة لنيمار، محمد عاطف. وأنا شايف إن نيمار لعيب كويس خالص على فكرة، ولعيب مميز ولعب كتير، ولما بيلعب كتير بيتألق، واتألق قبل كده مع أكتر من مدرب، وكان لعيب مؤثر يعني. نيمار إعارة، واقترح محمد عاطف إعارة، ومهاب ياسر ومتيابة إعارة للحكم على مستواه، وطارق علاء اللي هو راجع من إعارة احتمال يتم إعارته، يعني لسه عايز خبرات شوية. وبالنسبة لزياد كمال هيديله فرصة لغاية آخر الموسم. هو راجع يعني من إصابة وكده، وهو أداؤه كويس. الجمهور منقسم عليه، في ناس شايفاه إن هو كويس، في ناس بتقول لا ما يسهلش، يعني المبلغ اللي معمول فيه ده مبلغ كبير. لكن انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان هو لعيب، لو تركزوا معاه هتلاقيه لعيب تقيل في خط الوسط، بيقطع الكوره بذكاء وبدون عنف، وبيتحرك بالكوره اللي بيجري الملعب، بيوزع كرات حلو، بيعرف يغطي في الناحيه الدفاعيه، بيقطع كرة باقل مجهود، بيوقف صح، اماكن تمركز صح. فاللعيب ده هينجح ان شاء الله. طيب، عودة المعارين على رأسهم ماجد هاني، شايفينه ما شاء الله عامل مستوى حلو. الفريق المعار ليه ماجد هاني، وكمان حسام اشرف هداف الدوري لغايه اللحظه دي هيرجع الزمالك من ابناء الزمالك، واحمد محمود الباك اليمين من ابناء الزمالك هيرجع، ده بالنسبه للمعارين. طيب، ايه الطلبات اللي طالبها المدرب والناس اللي مختصين بشؤون الكره في نادي الزمالك؟ طالبين يكون عندي 2 مساكين. الناس، انا عجبني رايي اللي قال لي 2 مش 1، ان الونش مصاب هياخد فتره لما يرجع لمستواه، وواخد مش عارف 2 صليبي تقريبا في فتره قصيره، فيعني هياخد وقت عشان يرجع لمستواه، ويعني اتمنى يرجع لمستواه. طيب، اعتبره هو رجع لمستواه موجود، مين معاه؟ مفيش غير المسلوسي، والمسلوسي اصلا مش مكانه، والمسلوسي متألق واحنا بنحبه وبيغطي صح وبينقذ الزمالك كتير، لكن مش مكانه. اوقات كتيرة في كرات عرضية بيسرح من اللعيبة، بتسرح منه الكرات اللي بتلعب بالهيد، بيسرح منه لان مش مكانه، لكن هو بيأدي وبيقاتل عامل مستوى كويس يعني. لكن طيب، انت قول لي مسلوسي ماشي، مع حسام بيجي المستوى متذبذب، ده بالمسلوسي والونش لو راجع من اصابه. طب والبديل؟ انت لازم 2 تاني، يعني ما كانش 3 يعني. الزناري خليه بديل، الزناري في اقتراح نبقى بديل مكان ما يمشي، لانه بعد ساعات بيأدي كويس. فانت عايز 2 مساكين يكونوا ناس لعيبه دوليه او نجوم يعني، ده مطلوب. 2 مساكين. الزمالك من زمان ما بيجيبش لعيبه دفاعيه، كل ما يجيب خط وسط، يجيب احيانا وينج يمين، وينج شمال، ومش كتير، ويركز على خط الوسط زي الموسم المنقضي. لكن الدفاع ما بنجيبش حد، فيا ريت يجيب لعيبه مميزه، ولازم يكون 2. ومطلوب 2 باك شمال لكثره اصابات فتوح واعتزال عبد الشافي والاستغناء عن عبد الله جمعه. فانت ما عندكش حد، فتوح بيتصاب كتير، عندي مشكله في العضلات، لازم 2 باك شمال. عايزين جناح يمين وجناح شمال. مصطفى شلبي مستوى متذبذب، والجمهور ساخط عليه، ويعني اوقات بيلعب حلو ماتش، يعني متذبذب، مش هو اللعيب اللي يعتمد عليه على طول. رجع للاداء التقليدي، بيلعب على الخط يعني فتره كان خلاه المدرب يخترق من العمق، يعدي من العمق ويشوت ويعمل وينجز ويعمل شغل كده ويخترق. الكلام ده بطل، ورجع تاني اللعب التقليدي انه يلعب على الخط ومع نفسه، ما بيروحش ناحيه المرمى. فبن شرقي ان شاء الله يكون في الطريق، وعايزين جناح تاني مكان زيزو، بديل زيزو، بديل شيكابالا.
دي المراكز اللي وعايزين 2 راس حربة، وده الكلام ده كلام كويس خالص. انت ما عندكش غير الجزيري، والجزيري كمان مش واخد رضا جمهور، متذبذب، ماتشات حلو ماتشات لا. شفناه في ماتش الاهلي كان حلو، ماتش اللي وراه كان وحش، وهكذا ما بيكملش. ومش هو اللاعب السوبر، هو ممكن ياخد يعني يحضن على الكوره، فرصه ضعيفه ياخدها، ياخد ضربه جزاء، فجاه يفاجئك بهيد، بيغلس على المدافعين يقطع كوره، لكن مش هو اللي هو مثلا عمرو زكي ولا مصطفى محمد. لا، احنا عايزين حد في المستوى ده. 2 راس حربة مطلوبين، وحارس مرمى مميز. 9 لعيبة مطلوبين لنادي الزمالك، يعني اكتر من فريق، يعني يعتبر فريق يعني. طيب ندخل على اخبار اهلي. مكافآت الاهلي 400,000 دولار لكولر وجهازه المعاون بمناسبة الحصول على بطولة دوري ابطال افريقيا. اللاعبين 350,000 جنيه حسب نسبة المشاركة، طبعا المبلغ بيزيد حسب اللي بيشارك اساسي او حسب عدد الدقائق. تمام. بالنسبة للعيبة، صدمة رحيل نجم الاهلي. في لعيب في الاهلي خط وسط مهاري من اللعيبة الخبرة ويلعب اساسي، ومن فترة قريب كان في المنتخب اساسي، عمرو السولية. ايه سبب الرحيل؟ سبب الرحيل هم ان الاهلي عرض عليه تجديد موسم واحد، هو طالب موسمين، فقال انا خلاص انا هشوف عقد بره، هيروح يعني احد الانديه العربيه، يعني ممكن ياخد موسم او ياخد موسمين هناك ويعتزل بعد كده، لانه هو خلاص قرب على الاعتزال، فعايز يامن مستقبله، ده حقه طبعا. عمرو السولية كان لعيب كويس، لعيب مميز، وبعدين لعيب خط وسط عندي كوره، يعني بيشوط من بعيد، وعندي سنه مهاره، ما هوش يعني اللي هو المهاري، بس عندي لمسه مهاره، وبيلعب اساسي كتير ويأدي حلو، الماتشات الصعبه بتلاقيه، وبيجيب اهداف، يعني لعيب كويس يعني. طيب بطولة فيفا انتركونتيننتال هتبقى البطولة البديلة، الأهلي ضمن المشاركة فيها. البطولة دي بديل لكأس العالم الأندية، هتتعمل، هيبقى في دور تمهيدي بين الأهلي بطل أفريقيا والعين الإماراتي، والفايز منهم هيبقى يلاعب بطل اللي هو أوكلاند سيتي، اللي بيلعب كل مرة في دوري في كأس العالم الأندية. دايما بنلاقيه ما شاء الله فريق غريب كده، ومركزه متأخر ومحدش عارف هو تبع مين، وبيجي يتغلب ويمشي يعني. تمام. فطبعا الاهلي هيفوز على العين ده اكيد، وهيفوز على اوكلاند سيتي ويتاهل الادوار بعد كده. ده بالنسبه لبطوله فيفا انتركونتيننتال اللي الاتحاد الافريقي عملها. مجدي طلبه لاعب الزمالك السابق يكشف سبب تكرار اصابه عاشور والشحات. قال ان عاشور بيتصاب كتير، وحسين الشحات لضعف البنيان البدني، خاصه الشحات، وضعف اللياقه وضعف في العضلات، وعايزين تقوية عضلات، وعايزين برنامج بدني، عشان كده بيتصابوا بالنسبة لعاشور والشحات. ونفس الكلام عندي في الزمالك موجود أحمد فتوح وسيف جعفر ومصطفى شلبي بيتصابوا كتير، لأنهم عايزين بنيان عضلي قوي وعايزين شغل بدني، عشان كده قلنا الزمالك عايز أخصائي بدني. دي كانت كل أخبارنا. منساش نعمل لايك وسبسكرايب. كرويات كروي بيجيب لكم اخبار جديده دايما، وكل فيديو فيه مجموعه من الاخبار من الاهلي والزمالك، متاكد منهم مجموعه كتيره، مكان انت متدور وتضيع وقتك في السوشيال ميديا والمواقع، بنجيب لك الاخبار جاهزه. فيا ريت زي ما احنا بندعمكم بالاخبار ونرتبط بيكم، يا ريت الناس تعمل لنا لايك سبسكرايب عشان نشط القناه ونعمل شغل في القناه وتعمل انتشار. تحياتي للجميع، وكان معكم امجد وكرويات كروي. الى اللقاء، سلام، مع السلامه.